الشباب العالي، متابعيني ومتابعين الراب المصري في جميع انحاء الجمهوريه، هنكمل البيف مع بعض تمام. بس حابب اوضح حاجه مهمه جدا للناس، الا وهي كن على قدر من الثقه ان رائف هيقدم لك حاجه على مستوى عالي. والله العظيم 3 انا عارف انا بعمل ايه. الشباب اللي زعلان قوي ان انا حطيت ميجاترون في البيف، حبيب قلبي والله مش انا اللي حطيته، هو كده كده لا مؤاخذه محطوط، مش انا اللي حاطه. والله هتلاقي تراك اسمه ميجاترون سبحان الله مردود عليه بتراك من مروان موسى اسمه ميجاترول. حتى لو هو في العركه دي ان هو واحد رد بيه على التاني او هو حدفه على التاني او التراك محذوف على حد بعينه، يعني اعتبره تراك نكش برضو او باتل تراك زي بتاع ويجز كده بالظبط، بتاع مش فقير، وهو يتحط تحت التصنيف ده فاهم، بيسخن بيه الناس، بيرمي بيه حاجه على الناس، وهو ده اللي انا قلته من بدايه البيف فاهم. حاطط ميجاترون عشان انا عارف هعمل ايه بيه قدام، فهو معانا في الليله، فيا ريت الناس تبقى واثقه في رائف واللي بيقدمه، تبقى عارف الراجل ده بيعمل ايه وحاطط ده ليه فاهم. ونصيحه يعني عشان ما تتضايقش، اعتبر من اول حلقه 8 9 10 11 12 وممكن 13 وممكن 14 حلقه واحده، جمعهم كده عندك فاهم، يبقى بالتسلسل ده، يعني احنا بنسرد احداث، هو ده الفرق بين اول 6 حلقات للحلقات اللي بعد كده تمام. بس خلينا نبدا على طول ونشوف الناس مقدمه لنا ايه. انا كل مره بحطها الناحيه دي بس مش عارف حبيت احطها الناحيه دي المره دي يعني. المهم خلينا نشوف الناس مقدمه لنا ايه. معلش بس حاجه اخيره قبل ما نبدا، ده بعد اذن الناس يعني، تراك الكنبه والله على عيني على عيني وعلى راسي، حاضر اهو في الاخر خالص، لسه داخلين على جو صعب، ولسه هنقعد ونعمل ست، ولسه هنميجا ترول، ولسه هناكل بسكوت، ولسه الاعصار بتاع كاترينا داخل علينا، ونشتري دبدوب حساس، ونتفرج على مسلسل برمودا، ونلعب كيوبيد. محدش يجي يقول لي بقى فين الكنبه فاهم. الكنبه دي بقى في الاخر خالص بقى هنقعد على الكنبه فاهم، ونريح بقى كلنا بقى، كله يريح ظهره فاهم. ما تطلبش مني ان احنا نقعد على الكنبه قبل لما اعدي بكل ده واحده واحده. اهدى حبيبي واقعد كده، وكل حاجه هنبص عليها وهنراجعها وهنعلق عليها، وما تقلقش هندي كل واحد حقه صدقني تمام. مبسوط اولا ان الناس تواجد على جينيوس، واللي ما كانش عنده جينيوس بقى عنده جينيوس، والناس فعلا بدات تعمل سيرش، بدات تدور اكتر فاهم على الليركس وتوثق التراك ليريكالي فيه. خلينا نشوف بقى الجو صعب ليه عند عفروتو تمام. هي مسلسلات قوي، بحب انا الحاجات دي، كنت بعملها من زمان يعني، ان شاء الله هيبدا بيه. هي طويله حبتين بدون اي حاجه خالص، صمت فداخل يلا. تراك و جي كلام حقيقي، بس بقالنا سنين مستنيينك وانت مش بتيجي. تراكك اللي لسه نازل اكبر دليل يا زميلي، كنت رايق بس دلوقتي انا اشطر منك، مش بايدي ولا بايدك. لا الدخله قويه، الاولد سكول برضو يا جماعه برضو بيفرق فاهم. والله العظيم 3 لما بترجع للاصل بيبقى فيه فرق، بيبان الرابر على حق. ويفت الاولد سكول رجعت، هي دي البيتس اللي انت تحتاجها قوي في التراكات القويه يعني. الدس دايما محتاج ترزيع، مش محتاج بيتس لا مؤاخذه رقيقه وصايصه وميصه زي التراب قوي برضو، ما بنقولش ان هو وحش ونيو ويف يا وكده، والله ما بنقولش حاجه، لا في بيتس تراب ديب برضو فاهم. للمعلومه يعني للي مش عارف، لا احنا مش ضد النيو ويف يعني، بس بترجع بقى للبوم باب وبتقسيمه الكيك والسنير عامله ازاي، والانسترومنتالز نفسها بتاعت الاولد سكول والبوم باب، تحس ان فيها فخامه كده. اختيار جيد برضو من عفروتو ومروان موسى فاهم، وابي يوسف برضو يعني ليه الستايل بتاعه اوريدي فاهم. طبعا ويجز انت مالكش دعوه انت الموضوع، احنا بنتكلم على الشباب بس اللي لسه معانا، فاللي احنا بنتكلم فيه اختيار البيت لازم يبقى قوي زي الليركس. خلينا نشوف بيقول لك ايه. يقول لك 500 تراك واو جي، ده كلام حقيقي. او جي دي اللي هي اوريجينال جانجستر، ومعناها في الراب بتشير ان هو قديم او ان هو اولد سكولر يعني، قديم في الراب يعني، فبيعترف ان هو راجل مخضرم الراب سين وان هو تقيل يعني فاهم. بس بقالنا سنين مستنيينك وانت مش بتيجي. تراكك اللي لسه نازل اكبر دليل يا زميلي، كنت جامد بس دلوقتي انا اجمد منك، مش بايدي ولا بايدك، غصب عنك بقيت جامد. علمتني مع ان عمرنا ما كنا بنتقابل، كونك اوسخ من المجاري ما يمنعش انك فاجر. ما شاء الله، مدح وذم في نفس البار. انا بشتمك لكن بقول عليك انك جامد يعني، بس كوني متعلم منك ما يمنعش اعديك فاهم. ممكن يكون فاهم دي رميها على يوسف، لان ابي يوسف بيقول فاهم كتير برضه، وانا برضه والله العظيم بقول فاهم برضه كتير. هي بتبقى لازمه يعني، بتبقى غصب عن عين الواحد. هو الفلو حلو لكن مش اقوى حاجه برضه. خلينا نشوف.
وعلى فكرة سبب زعلي منك حبي ليك، ازاي عايزني ما تأثرش لما ثقتي تقل فيك. بسمعك من 2012 واتأثرت بيك، فاننا هنغني في حفلة كانت حاجة هتفرحني، بس اللي شفته منك ما كنتش مستنيه. انت خلعت مع ان المفروض ترضي الفانز دي، استغربت هو ده اللي نفسي اشوفه من 9 سنين. يعني انت خسرت واحد كان من اشد الفانز ليك ودارت الدنيا. الفلو عاجبني، هتلاقيه دايما مع كل نهاية 8 بارات تلاقيه بيقول اول كلمتين في اول بار من التاسع، يعني يقول لك ايه، بس كوني متعلم منك ما يمنعش اعديك، فاهم؟ وعلى فكرة سبب زعلي منك حبي ليك، ازاي عايزني ما اتأثرش لما ثقتي تقل فيك. بسمعك من 2012 واتأثرت بيك، فاننا هنغني في حفلة كانت حاجة هتفرحني قوي، هتفرحني جدا، يعني هتفرحوا جدا. ها مفيش حاجة زي ما احنا بيقول لك، بس اللي شفته منك ما كنتش مستنيه. انت خلعت مع ان المفروض ترضي الفانز دي. طبعا بيتكلم على الحفلة اللي كان المفروض هيطلع معاها فيها وما راحش، والموضوع انا ذكرته في الحلقة الثالثة بتاعت مروان موسى باشا تراك شيراتون، قلت فيها برضو بقين كده على الموضوع بتاع الحفلة، ان الرابرز تحاول تراضي الناس والكلام ده. فهو هنا بيذكر الحتة دي لان هو واضح ان هو متضايق منه من ساعتها، فبيذكر الموقف يعني وبيحاول ايه يديهوله في وشه تاني. برضه بيكسب صف الجمهور يعني. صايع برضه عفروتو برضه صايع. استغربت، هو ده اللي نفسي اشوفه من 9 سنين. يعني انت خسرت واحد كان من اشد الفانز ليك. بص هنا هتلاقيه اخر بار من اشد الفانز ليك من ال8. اول بار خالص زعلي منك حبي ليك، برضو في صياعة في الكتاب، برضو فاهم الرايم قافل بيه من فوق، هتلاقيه برضو ماشي حتى لو كان مكسور او مايل، فبرضو ماشي، فاهم؟ تلاقي اخر 4 بارات مستنيه دي سنين ليك. وهنا بيأكدوا ان هو خسره، يعني ان هو خسر فان ليه من فانز ابيوسف يعني. نكمل. من 9 سنين يعني انت خسرت واحد كان من اشد الفانز ليك ودارت الدنيا، ودلوقتي انت في الفصل تراك تتعلم منه زي ما اتعلمت منك بالظبط. بس يكسفني اقول لك يا عالمي انت شطبت، والدليل تراكاتك اللي بتعرفنا انك خربت. تراكاتك القديمه حاول تركز فيها، وشوف تراكاتك الجديده مش هتطلع منها ميزه، لان حياتك بقت بهته فانت بقيت ناسيها. بس انا مش هعاتبك عشان عارف انك مدمن ميزه وما بتنضفش، ومهما نحاول نعل. لحظه بالراحه يا اخي على الراجل، فيه ايه يعني؟ دي حاجات برضو نتكلم فيها في التراكات برضو يعني يا عم عفروتو، ده كلام دي حاجات نتكلم فيها عادي على فكره. ما هي فضايح، هي ايه غير فضايح في الطايح؟ هي فضايح، يلا بقى يعني، فاهم؟ ربنا يبعد عننا يا ابني ويبعد عنك يعني، ويبعد عن كل الناس اللي بتتفرج واللي ما بتتفرجش، واللي مش هيتفرج يبعد عنه برضه. المهم هتلاقي هنا برضه بيكمل بيقول لك اول كلمتين مع نهايه تاني 8 بارات، هيقول لك اول كلمتين من البار التاسع، يقول لك يعني انت خسرت واحد كان من اشد الفانز ليك ودارت الدنيا. كده بيقف الوقت انت في الفصل تراك تتعلم منه زي ما اتعلمت منك بالظبط. بس يؤسفني اقول لك يا عالمي انت شطبت. دي طبعا عارفينها من عالمي، ساعه ما قال له انت شطبت عالمي، ده مفيش بقى فاهم؟ بس الفنان طبعا محمد الشقنقير الجميل، بنحبه طبعا يعني وبنقدره وبنحترمه يعني، مفيش اي حاجه خالص. بس فانا بيقول لك بس يؤسفني اقول لك يا عالمي انت شطبت، دليل تراكاتك اللي بتعرفنا انك خرفت. تراكاتك القديمه حاول تركز فيها، وشوف تراكاتك الجديده مش هتطلع منها ميزه. بيعمل له مقارنه بين ابي يوسف القديم وبين ابي يوسف الجديد يعني، وده اللي احنا قلناه موضوع ابي يوسف كوميرشال وابي يوسف مش كوميرشال. يعني ابي يوسف دلوقتي غير ابي يوسف قبل كده، وكلنا عارفين ده يعني، بس مش محتاجين يعني نعمل هايلايت عليها يعني، ولو محتاجين نعمل هايلايت ادينا بنعمل هايلايت عليها بس. فبيقول له تراكاتك القديمه حاول تركز فيها، وشوف تراكاتك الجديده مش هتطلع منها ميزه، لان حياتك بقت باهته. مش عارف، فانت بقيت نسيها، بس انا مش هعاتبك عشان عارف انك مدمن بيسا. راجل مش قايل تفضحه كده، تقولها كده. مدمن بيسا وما بتنضفش، ومهما نحاول نعل ما بتكبرش، في الكواليس بتوسخ بس قدام الفانز ما بتقدرش. الشاب طرطش خالص، شكل الاصطف طرش، عامل ألبوم عن حريمه وهو كل حريمه طفش. يا مان اسف لك، بس لو زعلان منها روح عاتبها، مش تعمل 7 اغاني تحكي لنا فيها خيبتك. حسيت هرجل منك بجد، خايف ادسك، لا تناديلي داليا عشان لو جت بجد يا مان بجد زمان انا كنت وحش. يا جماعه هو في ايه بجد يعني؟ لازم كده وبعدين معلش يعني، ايه داخل الحريم في الموضوع؟ احنا رجاله في قلب بعضينا، ليه ندخل حريم في موضوع يعني مش من الرجوله خالص ولا المروءه يعني يا عم عفروتو يعني. ده كلام ما كانش ليها لازمه خالص ندخل نساء في الموضوع خالص، ولكن لقد حدث، فماذا نحن بفاعلون يعني؟ لا شيء.
نحن نو ريفيو امرنا للمولى عز وجل، يعني لنا الله. هيكمل سبحان الله برضو بنفس الفلو، بس انا مش هعاتبك عشان عارف انك مدمن بيسا وما بتنضفش، وبرضو بيسكت بعد كده، ومهما نحاول نعقل ما بتكبرش. ده على اساس يعني فاهم ان المفروض ابي يوسف يعني فاهم سنه كبير، يعني الكواليس بتوسخ بس قدام الفانز ما بتقدرش. شاب طرطش خالص، مش عارف طرطش ازاي الصراحه، وطرطش منين؟ هو قال لك ان الشاب طرطش خالص، طرطش خالص اللي هو فاهم دماغه لحس. شكل الاستاف طرش، عامل ألبوم عن حريمه وهو كل حريمه طفشه. يا مان اسف لك. اسف على ايه؟ اسف على ايه؟ اسامحك ازاي؟ يا مان اسف لك، بس لو زعلان منها روح اعاتبها، مش تعمل 7 اغاني تحكي لنا فيها خيبتك. حسيتها ارجل منك بجد، خايف ادسك، لا تناديلي دالي عشان لو جيت بجد يا مان. عيب والله، والله عيب. برضو التراك تحس ان هو فاهم يعني ممكن يكون ايه اعلى ليفلا من همسه عتاب، ممكن يبقى اوجاع. انت بتدوس بقى على حاجات بقى فاهم لما مؤاخذه بتوجع، فاهم مش بتموته. لسه يا شباب، عايزين نفوق، نسخن على بعض كده. نكمل العظمه اللي انا مش شايفها لغايه دلوقتي. فلو بيت ليركس يعني نقدر نقول متوسطه، في نص الشاشه كده بالظبط، وسط. ناديلي داليا عشان لو جد بجد يا مان بجد زمان انا كنت وحش، كنت شيطان، والراب غيرني من الشخص الصايع للشخص اللي قصادك. فما تحولنيش عليك وانت عندك 36 سنه ولسه يا اسطى بتقعد مع اطفال. ابن السيوف على الامه مسنطرك يا زبون، بقعد في قلب جهتك بس في جهتي بيكرهوك. فما تعتبهاش، عندنا هياكلوك، هيقطعوا له لسانه يلف بقه مش كرتون. ما تقولش مش هرد عشان بيبان يالا الضعف. صاحب السين ده نايم سخن دول على بعض، تراكي زي فصل الصيف بيخلي الجو ولا صعب. يعني من النهارده ما في ولا برق ولا رعب. يعني تعبناك معانا والله يا مستر عفروتو، والله العظيم يعني اجهدت نفسك والله، ولكن مستواه في تنافس مع ابي يوسف. طبعا الاتنين التانيين محتاجين يتعالجوا بالليفل ده، مش وحش. نقدر نقول عفروتو لا مؤاخذه نط على ويجز وعلى موسى، وطبعا ويجز بيبوس ايده ووشه وظهره وشعره ودقنه وكله، ان ما جاش سيرته، ما اتجابش. يقول لك بجد زمان انا كنت وحش، كنت شيطان، والراب غيرني من الشخص الصايع للشخص اللي قصادك. الرايم برضو هنا صايع شويه، فما تحولنيش عليك وانت عندك 36 سنه لسه يا اسطى بتقعد مع اطفال. واضح ان الموضوع متفق عليه، يعني زي الاشبال اللي قال له عليها برضو مروان موسى التراك اللي فات، قال له برضو ان هو بيقعد مع اشبال، وهنا قال له بتقعد مع اطفال. انا مش عارف موقف الاطفال اللي قاعده معاك او الاشبال اللي قاعده معاك موقفهم ايه، وهم مرسوم بيهم الارض كده في التراكات، يعني مش هيكملوا القعده كده. وبعدين انا مش شايفها مشكله، يعني عادي، الراجل مش لاقي ناس اكبر منه يصاحبها. طب مش يقعد وحيد يموت يطق؟ اكيد لا، مش كده يا جماعه، يعني رفقه بالقوم حتى يرفق بكم المولى عز وجل، يعني مش كده. المهم نكمل. ابن السيوف على القمه، نسنطرك يا زبون، بقعد في قلب جهتك بس جهتي بيكرهوك. بيتكلم طبعا هو بيقعد مع جهته في القاهره، يعني بيحبوه، لكن جهته هو في اسكندريه ما بتحبش ابي يوسف، فما تعتبهاش. عندنا هياكلوك، هيقطعوا له لسانه ويلفوا بقه بشكرتون. برضو الرايم هنا صايع، تلاقي اول بار قفله بزبون، بعد كده بيكرهوك، بعد كده ياكلوك، بعد كده قفل بقه بشكرتون عشان يقفل مع الزبون، فاهم؟ فتلاقي A B B A، فصايع برضو مع عفروتو يعني، فعاش بلس. نكمل. ما تقولش مش هرد عشان بيبان يلا الضعف. صاحب السين ده نايم سخن دول على بعض، تراكي زي الصيف بخلي الجو يلا صعب. يعني من النهارده ما في برق ولا رعد. عجباني يعني التيمه نفسها قويه. هو بيحاول يسخنه، يعني بيقول له ما تقولش ان انت مش هترد عشان لو ما كانش هيرد، يعني لا رد. بيقول له يا صاحبي السين ده نايم، محتاجين يسخنوا على بعض. وبيوصف تراكه ان هو فصل الصيف بيخلي الجو صعب. بيقول لك من النهارده مفيش برق ولا رعد. رعد ده من النيك نيمز بتاعت ابي يوسف يعني، فبيفهموا ان هو مفيش رعد تاني يعني. فنقدر نقول ان عفروتو نطر فوق شويه، وهو دلوقتي واقف قصاد ابي يوسف. هو ككل نقدر نقول عالي فلوهن وليريكالي، مش قويه قوي بس فيها صياعه في الرايمنج وفي الكتابه. البيت اختياره قوي لايق مع الجو، فعاش. نخش على اللي بعده.